نحن نرمرقهم بأي فهم، بأي فهم بنرمرقهم. وإن شاء الله هسه الليلة من الليلة دي نحن كلنا حندفع على المناطق دي كلها ونقول للناس ما دارين زول ثاني قاعد، دارين نمشي قدام كلنا حنمشي قدام، وكلنا حنوصل من هنا مدني، من مدني الخرطوم، من الخرطوم نيالا، من نيالا زالنجي جنين، كله ان شاء الله، كلنا ان شاء الله يد واحده. ايضا نحيي اخواننا في كل المواقع الان في الخرطوم، اخوانكم صامدين وقارلوا في ام درمان، في كل موقع، في الشجره، في باب نوسه. تحيه خاصه لاهلنا المسيريه اللي رفضوا انه ينجروا وينصاعوا وراء دعاوى التمرد. نحن عارفين انه الناس في بعض القبائل مجبره وخوفوهم انه يا تمشي معانا يا بلدك بتحرق، بيتك بينسرق، لكن غالبيه اهل السودان، غالبيه اهل السودان ما بيرضوا الظلم، غالبيه اهل السودان وغالبيه قبائل السودان ما بترضى الظلم ولا بترضى الضيم ولا بترضى انه هي تستخدم عشان تاكل حق الناس ولا تنهبهم ولا تشيل مالهم. على العموم افتكر انه الان المعركه، معركه الكرامه، اصبحت فعلا هي معركه بتاعت كرامه، كل الناس دار تشارك فيها، ونحن ابوابنا في القوات المسلحه مفتوحه لكل الناس انها تشارك في هذه المعركه اللي حترد للشعب السوداني كرامته، وحترد للسودانيين مكاسبنا اللي في ناس حاولوا يستولوا عليها وحاولوا يضيعوها. نحن بنحييكم وبنحيي قيادتكم وبنحيي كل اخواننا الولاة اللي نحن نفتكر انه بقوا اصبحوا جزء واحد من القوات المسلحه، وهم مواطنينهم واخواننا في القوات النظاميه الاخرى اللي مما بدأ الحرب دي هم موجودين معانا وبيقاتلوا معانا. لكم التحيه جميعا، والتحيه عبركم لكل اهلنا في هذه المنطقه، في سنار، في سنجه، في الدمازين، في كل اخواننا الان موجودين، في الحاج عبد الله، في كل ود الحداد، الناس اللي قاعدين قدام نحن نقول لهم نحن معاكم، ناس قريبا حيمشوا منكم ينطلقوا لتحرير بقيه مناطق السودان. لكم التحيه ولكم التقدير، ان شاء الله نتلاقى قدام ان شاء الله. الله اكبر.